تمرين بسيط لو عملته هيغير حياتك 180 درجة. نوتك الجميلة وقلمك، وكل يوم أول ما تصحى تكتب حاجتين: إنك سعيد إنهم عندك، بتشوف، بتسمع، عندك أولاد، عايش مع أهلك، وهكذا. وآخر اليوم تكتب موقفين حلوين حصلوا لك: صاحبك عمل معاك حركة جدعنة، جوزك قالك تسلم إيدك على الأكل. التمرين ده لو حافظت عليه مع تغيير الحاجات والمواقف اللي بتكتبها كل يوم هيغير تفكيرك ونظرتك للحياة. الامتنان مش مجرد انك تقول الحمد لله، ده تدريب عقلي بيغير كيمياء دماغك ويخليك تركز على الحاجات اللي عندك بدل الحاجات اللي ناقصاك، ويعزز الرضا واللي بدوره هيزود شعورك بالسعادة والتفاؤل والإيجابية. وده زي ما دراسات وابحاث كتير اتعملت في علم النفس الايجابي اثبتت ان الناس اللي بتمارس الامتنان مستوى سعادتهم وثقتهم بنفسهم بتزيد، ومعدل التوتر والاكتئاب بيقل. وقبلها قالها ربنا: لئن شكرتم لازيدنكم. ولو مهتم بصحتك النفسيه وتطوير نفسك فما تنساش تتابعني. يومكم جميل.